يا رب يا رب أنجح في الثانوية العامة بمجموع كبير ومش عايزة حاجة تاني. يا رب أدخل كلية الطب ومش عايزة حاجة تاني، أنا كده يبقى كل أمنياتي اتحققت في الدنيا. يا رب أتجوز بقى وأخلص من تحكمات ماما وبابا، أتجوز ومش عايزة أي حاجة تاني خلاص. يا رب أنا متبهدلة في المواصلات، أجيب عربية بس، أجيب عربية، مش عايزة أي حاجة تاني خلاص. يا رب الشهر ده بقى حامل، يا رب عايزة ولد واحد بس، ولد واحد مش عايزة حاجة تاني. الكلية دي مقرفة ومتعبة، أنا خلاص زهقت، أنا بجد جبت آخري من الدكاترة ومن التعليم ومش عارفة أنا بعمل في نفسي كده ليه. بس يا شيخة جواز ايه بتسألي عنه؟ بلا جواز بلا قرف، ده الواحد في بيت أبوه كان قاعد في نعمة كبيرة، ده أنا شغالة خدامة وشغالة يعني، ده أنا كان عقلي فين لما أنا اتجوزت أصلا. ولاد إيه يا حبيبتي اللي بتسألي عنه؟ ادخلي شوفي الزنان اللي جوه ده، ما نمتش طول الليل، زن 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 زن، إيه ده؟ إيه ده بجد؟ أنا لو كان عقلي كده أنا ما كنتش خلفت أصلا. العربية لسه جاية من عند الميكانيكي ولسه عاملة حادثة. نفسي اشوف اللي قال لي اشتري العربية اصلا، ماله المواصلات؟ ما احنا كنا زي الفل. بقى هو ده الشغل اللي انا كنت هموت عليه؟ عايزة اشتغل عايزة اشتغل عايزة اشتغل، مالها قعدة البيت؟ قولي لي كده، بصي لي كده هنا وقولي لي مالها قعدة البيت. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي يا ريت ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت كومنت كده تشجعوني بيه. لو حضرتك ما سألتش الله عز وجل ودعيته، ربنا بيغضب عليك. اسأل الله عز وجل من كل حاجة انت عايزها، بس ربنا لما يديك الحاجة اللي انت عايزها اشكر ربنا عشان يزيدك. ما تبقاش خلاص انت هتموت على حاجة معينة، واول ما تيجي تطلع فيها العيوب وتحس ان انت مش قادر وان انت بقى انت صبران على الابتلاء، رغم ان المفروض تشكر الله عز وجل على نعمه اللي هو بيديها لك. الله عز وجل بيقول وإن تعدوا نعمة الله، قال نعمة واحدة، لأن أنت مهما عشت في حياتك كلها مش هتقدر تشكر نعمة من نعم الله عز وجل، ورغم كده أنت مطالب بشكر النعم. تقدم مع الله عز وجل، ولما تكون بتدعي بحاجة وربنا يحققها لك، دايما خلي عينيك على الحاجة ديت، دايما اشكر ربنا، اشكر فضله. ليه بقى؟ لانك انت لو شكرت النعم ربنا هيعينك هيزود لك في رزقك وهيعينك عليها، مش هتبقى ابتلاء ليك. وبرضو دايما ادعي ربنا باللي يصلحك انت، بلاش حاجة بعينها، يعني بلاش انا نفسي اسافر البلد الفلانية فادعي عليها. إيه لا، دايما قول يا رب لو فيها خير تيجي، او ادعي بيها وقول يا رب تجيلي وانا في عفو وعافية. عايز فلوس كتير، ادعي بفلوس كتير بس تجيلك وانت في عفو وعافية، ما تكونش فتنة ليك. فخليك دايما عبد شكور لله عز وجل، بلاش تبقى تجحد النعمة، بلاش تبقى ظلوم كفار، بلاش الله عز وجل ينعم عليك وتشكر غيره، او انك تجحد النعمة خالص وتقول هو فين اللي انا فيه، اشمعنى انا، انا بس اللي بيحصل لي كده. انا لا، افتكر الحاجات اللي انت دعيت بيها وان ربنا حققها لك فعلا واستجاب دعائك وانت ما شكرتش عليها. فلما النعمة تزول ما تلومش غير نفسك. ربنا بيعطينا اللي سألناه واللي ما سألناهوش. احنا ما سألناش الله عز وجل الشمس ولا القمر ولا الظل ولا الصيف ولا الشتاء، الحاجات دي كلها ربنا أنعم علينا بيها لمصلحتنا من غير ما نسأل. فدايما اشكر النعم علشان ربنا يزودك واللي يبارك لك فيها وربنا يعينك عليها. انت سألت بحاجة جامدة، يعني انت مثلا سألت تبقى صاحب شركة كبيرة، اسأل ربنا يعينك على المسؤولية دي. دعيت ربنا بكلية صعبة، اسأل ربنا انه يعينك على الكلية الصعبة دي. ودايما شوف ان ربنا وهبك الحاجة ديت، فخلي عينك دايما على المنعم الكريم الله عز وجل، لأن كل نعمة فيها نقمة،
حتى ربنا لما بينعم علينا في الدنيا، لان احنا في الدنيا مش في جنة، ففي منغصات. زي ما انت بتصبر على المنغصات ديت، في نفس الوقت هي نعمة محتاجة ان انت تشكر الله عز وجل بيها. ربنا يديم عليكم ستره ونعمه، وتكونوا دايما عباد شاكرين لله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.